الزمالك هارد لك. كنتم معبرين جدا جدا بتواجدكم داخل الاستاد بشكل محترم جدا جدا، وكان جمهور الزمالك وما زال دائما وابدا خلف فريقه. فهارد لك لجمهور الزمالك، هارد لك النهارده للاعيبه الزمالك اللي مش هيقلل منهم على الاطلاق ولا هيسحب منهم لقب منح ليهم ان هم لعيبه مميزه، لان هم فعلا كلهم لعيبه مميزه. هم نفس التيم اللي جاب الموسم اللي فات بطوله الدوري، هم نفس اللعيبه اللي جابت بطوله الكاس، هو نفس المدير الفني اللي اشدنا بيه واطلقنا عليه هنا في البرنامج لقب البابا اللي هو فريرا. طبيعي في كرة القدم انك ما تكونش موفق وما يكونش ده يومك. الزمالك لا كان النهارده موفق ولا كان النهارده يومه. النهارده فريرا واحد من اهم وافضل المدربين اللي جم في تاريخ كرة القدم المصرية، مدرب عنده قدرة على مش بس يطور اللعيبة، وانما عنده قدرة على انه يعلم اللعيبة من اول وجديد يعني ايه كرة قدم، ده بحسب ما اللعيبة نفسها ما بتخرج في لقاءات وما بتتكلم. النهارده ما كانش موفق، ما كانش تغييراته افضل حاجه، ما كانش رؤيته للمباراه افضل حاجه. وبالتالي لو ركزت في الكلمه بتاعت كولر النهارده هيقول لك انا ما بشغلش بالي، وهو ده اللي هيحبه جمهور الاهلي في كولر لو استمر قدام. قال لك انا ما بشغلش بالي هو الخصم بيلعب ازاي، انا بفرض شخصيتي، انا الفعل طول الوقت، انا الفعل طول الوقت. جمهور الاهلي لما يسمع اللقاء ده تاني، انا بس الفرحه فالناس مش واخده بالها بس انا وقفت عندها، جمهور الاهلي لما يسمع كلمه كولر دي تاني هيبقى عارف انه هو لقى اللي هو عايزه، بس مش لقاه بس بالكلام، لقاه وبشرط ان هو يفضل يتنفذ على ارض الواقع. اللي هو الشخصيه بتاعتي دي ما فيهاش مرونه، هي شخصيه جامده. يعني ايه شخصيه جامده؟ شخصيه بتفرض الفعل بتاعها، ورد الفعل هو بيبقى دايما من الخصم. النهارده فيريرا تحسه طول الوقت راضي بانه يكون رد الفعل، راضي ومنتظر انه يكون رد فعله اقوى من فعل الاهلي، ولذلك هو خدع. حقيقه انا مش هنسى انه في تحليلنا اليوم الاثنين اللي فات واحنا بنتكلم على نقاط القوه هنا ونقاط القوه هنا ونقاط الضعف هنا ونقاط الضعف هنا، قلنا انه المشكله هتبقى في الاهلي في ظهره دايما عند علي معلول، وهيبقى دايما في الطلوع في الكور اللي في ظهر علي معلول. قلنا انه مشكله الزمالك على طول الوقت انه عنده مشكله في الخروج بالكره. ده كان كلام تامر بدوي في شرحه للمشاكل وشرح عز كمان للمشاكل اللي موجوده في الزمالك والاهلي كلاهما. يعني النهارده الزمالك واضح انه كان عنده مشكله كبيره في الخروج بالكره، عنده مشكله كبيره في المنظومه اصلا بتاعه طريقه 3-5-2، ولذلك هو عانى منها. اللعيبه بعضها ما كانش حاسس ان هو بيلعب على راحته. يعني فكره ان شيكابالا اترمى ناحيه الشمال ضيعت كتير جدا جدا من المخزون اصلا اللي موجود عند شيكابالا. لو كان نزل من الاول ناحيه اليمين كانت الدنيا فرقت معاه كتير جدا جدا وفرقت مع الزمالك. اذا كل شيء لم يكن النهارده معدا لان تكون ليله بيضاء، كل شيء اعد لكي تكون هذه الليله هي ليله النادي الاهلي. بين قوسين وبكل صدق هو يستحقها النادي الاهلي عن جداره وعن استحقاق هذا الفوز وهذا المكسب.